الثالثة من جامعة الشباب ديال حزب التجمع الوطني الأحرار كنسجلوا فيها أن الشباب ديال الحزب اليوم بحضوره في جميع المواقع، في المؤسسات التشريعية، في المواقع التدبيرية، في الجامعات وفي غيرها، وفي هذه الدورة الخامسة وصل لواحد المرحلة، وصل لواحد المستوى اللي ولا عنصر لا محيد عنه ولا يمكن للحزب إلا أن يفتخر به. اليوم الشباب اللي هما مغاربة الغد، الشباب ديال الحزب، كما عطاهم الحزب هذه عدة سنوات من 2018 في الدورة الأولى ديال جامعة الشباب، اليوم كيأكدوا أكثر من أي وقت مضى أنهم في طليعة وفي مقدمة الفئات اللي كيعتمد عليها الحزب، بجانب طبعا التمثيليات الأخرى اللي هي النساء والأطور وغيرها. اليوم الشبيبة كما كتشوفوا أكثر من 3000 شاب وشابة جاوا من مختلف جهات المغرب وجاوا من جهات 13 من خارج المغرب باش يقولوا مرة أخرى أن الحزب غني بالديناميات ديالو، أن الحزب يفتخر بهؤلاء الشباب. بالنسبة لي الحمد لله اليوم كان الافتتاح ديال الجامعة الصيفية أو جامعة الشباب للأحرار. أعتبر أنها إن شاء الله نتمنى أن تكون دورة ناجحة، لأن هذا اللقاء الافتتاحي كانت مناسبة أولا لكي نؤكد للجميع الحمد لله على التعبئة الجماعية ديال الشبيبة التجمعية، على الحضور القوي ديال الشبيبة التجمعية اللي لعبت دور كبير. أنتم كتشوفوا في انتخابات 2021 في الانتخابات الجزئية كانت مناسبة اليوم باش تقدم بخلاصة أو باختصار حصيلة الحمد لله حكومية جد مشرفة، واللي الحمد لله كيتميز بها التجمع الوطني للأحرار بكونه يترأس الحكومة، وبطبيعة الحال في إطار أغلبية منسجمة ومتماسكة. كانت أيضا مناسبة لإيصال رسالة قوية. أنا كيظهر لي هذه الرسالة ما كتخصش فقط حزب واحد، ولكن خاصها تكون رسالة للساحة السياسية بصفة عامة، أنه كفى من السب والقذف والشمت. أنا كيظهر لي المغاربة نحن كمواطنين وكمواطنات كنستاهلوا أن الخطاب السياسي يترفع على هذا المستوى، يكون خطاب قوي بالمكونات ديالو، بالمكتسبات ديالو، بالإنجازات خصوصا، لأن المواطن والمواطنة المغربية اليوم كينتظروا إنجازات. الحكومة الحالية حقيقة لا يشهد لها بالإنجازات القوية، لا في تنزيل الدولة الاجتماعية التي أرادها صاحب جلالة نصر الله، لا في التفاعل مع التحديات الكبرى وعلى رأسها مضيعة أو مشكلة ندرة المياه. بالتالي الحمد لله يجب أن نكون مفتخرين، نفتخر بانتمائنا لحزب التجمع الوطني الأحرار، نفتخر برئاسة التجمع الوطني الأحرار في شخص سي عزيزة خنوش، نفتخر بهذه الشبيبة الحمد لله اللي مازال عندها مستقبل.